مساء الخير. النهارده معانا حلقه جديده، حلقه مهمه لكل واحد صيانه السكوتر بتاعته تعبان. كل واحد السكوتر بيصحى يلاقيه عطلان الصبح، يجي يمشي بيه يلاقيه عطلان، قرفته من السكوتر زهق منها. معانا واحد معلش يعني من اوائل الناس اللي بدأوا يشتغلوا بايديهم، من اوائل الناس اللي اشتغلوا على السوشيال ميديا، ومن اوائل الناس اللي حاولوا يغيروا مفهوم السكوتر في مصر وفي اسكندريه. معانا واحد من اوائل الناس في مجاله، معانا باشمهندس نور علاء. اهلا بحضرتك. الله يخليك. عامل ايه؟ الله يعزك. الحمد لله والله تمام. انت اخبارك؟ الحمد لله، منورنا هندسه. الله يعزك. ده عايز اقول لك الحلقه دي هتبقى نور ان شاء الله. انت بقالك كام سنه في المهنه دي هندسه؟ 10 سنين. 10 سنين. مريت بكل حاجه صعبه. اكيد. انا عايز اعرف الصعب. لا والله الصعب اللي احنا لما ابتدينا القصه دي كان السكوتر برضو حديث الولاده في مصر يعني، فما كانش الماتيريال بتاع المعلومات متوفر زي دلوقتي. يعني انت دلوقتي هتدخل مثلا عندك اي مشكله في شات جي بي تي، في جوجل، هتخش تتفرج على اليوتيوب. احنا ما كانش فيه كل الكلام ده، كان الموضوع مختلف تماما عن دلوقتي. اساسا احنا كنا في اسكندريه مثلا حوالي 5 تنفار او 6 تنفار بس اللي شغالين سكوتر، يعني متخصص في ده وبيوفر قطع غيار ده. فكانت الدنيا متقفله غير دلوقتي، كم معلومات اي حد يقدر يوصل لها يعني. فدي كانت المشكله اللي بتقابلنا في الاول. انت بدات ازاي؟ بدات دي بقى دي قصه عباره عن ايه، ان انا البدايات خالص انا نزلت تحت ايد حد يعني، ليه كل الفضل الحقيقه. كان اسمه ياسين، ده كان صديق، كنت بنزل معاه تدريب يومين 3 ساعات. بعد كده قررت ان انا اتوكل على الله وان انا افتح يعني. بعد كده في شخص، ده بقى يعني كلمة ليه الفضل عليا في الحتة دي شوية، كان محمد مجدي صاحب مركز وان واي. الراجل ده عمره ما بخل عليا بمعلومة. باشمهندس محمد، وهو ما شاء الله ما شاء الله من اشطر كل الناس. تحية. ده كده كده حقيقة يعني، دايما ما انكرهاش يعني. الراجل ده ساعدني جدا، كان اي مشكله بتقابلني كان دايما معايا، سواء تليفونيا او حتى ممكن يسيب مكانه ويجي لي، ففادني جدا. اللي طور الدنيا طبعا العلام نفسه، انك تقرا، انك تدور. وكانت اهم نقطه بقى بتساعد الواحد الحقيقه، انك خلاص يا انا يا انت، المشكله هتتحل يعني هتتحل، فاهم؟ فده بقى اللي طور برضو، مع ان الواحد كان بيجيب دايما صناعية من حتة مختلفة وكنت دايما الحتة دي بهتم بيها بقى. الثقافات بقى، ثقافة الميكانيكي نفسه اللي شغال معاك ده كان بيضيف لك. كل واحد كان عنده حاجة، فاهم؟ فانت خدت من ناس ياما وطورت من نفسك بان انت قريت وذاكرت وعملت وخليت وسويت. انا سافرت عشان اتعلم ده بجد. من ضمن الحاجات اللي انا عملتها، انا رحت تايلاند، اتعلمت هناك 6 شهور، فاهم؟ يمكن الناس قليله قوي اللي تعرف المعلومه دي. تايلاند من البلاد اللي فعلا في حته السكوتر دي اقوياء جدا في حته الصيانه، ودي برضو فرقت معايا. فحاجه على حاجه على حاجه، كل ده طبعا مع السنين انت بتكتسب بقى خبرات يعني دي كانت نقطه مهمه يعني. يبقى هندسه انت من 10 سنين تمام. فتحت مركز فابريكا وقلت بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. كنت بالصيانه بس ولا قطع غيار؟ في الاول كنت صيانه بس. صيانه بس. لما بدات قطع غيار كانت قطع غيار مش منتشره زمان. كانش فيه اصلا. بتغلبت عن النقطه دي يعني ازاي؟ انت النقطه دي مهمه قوي. اصلا كنت توصل لحته مستورد انك تجيب من عنده قطع غيار دي، كانش فيه اصلا داتا عندك انك تعرف توصل له يعني، فاهم؟ مش تدخل دلوقتي تقول مثلا قطعه الغيار دي بتاعت فلان الفلاني مكانه في الحته الفلانيه، مش فيه الكلام ده. عشان توفر قطعه الغيار دي كانت حاجه صعبه جدا. ففي البدايه ما كانش التارجت بتاعك انك تجيب قطعه غيار حلوه، ولا قطعه غيار سعرها رخيص عشان تقدر توصلها للناس رخيص. انت كان تارجتك بس يبقى عندك قطعه الغيار. فلا الدنيا كانت مختلفه حقيقي غير دلوقتي. بدل خالص. وده سبب من اللي خلاني استوردت اصلا. طب احنا في الاول جالنا مشاكل ياما قوي من الصيانه اكيد. تمام.
تغلبنا عليها ازاي؟ يعني احنا معلش مستوانا مش شبه النهارده، احنا بدأنا اكيد مرينا بصعوبات ياما وتعلمنا منها ومستوانا اتحسن. تغلبنا عن المشاكل اللي في الاول ازاي؟ بص، انا دايما من سواء وانا شغال او حتى لما باجي اعلم حد شغال معايا، في جمله دايما انا بقولها له، بقول له اشتغل بان ربنا شايفك. واكيد كلنا بنقول الجمله دي. والجمله التانية اللي دايما بقى، اصل برضو انت الفني اللي بقى شغال معاك ده ليه دماغ لازم انت تقدر تفتحها اسرع عشان تعرف تحط فيها الكلام، فاهم؟ كنت دايما اقول لهم جمله كده مهمه قوي: اشتغل ان اللي وراك لما يمد ايده ما يقولش مين العكاك اللي مد ايده، فاهم؟ يخش يشتغل في السكوتر ما يحسش ان في حد قبله اصلا كان مد ايده. صح. هي دي بقى، صح. فاهم؟ فطول ما انت عندك القناعه دي وانت شغال، عندك 9 سنين، عندك 20 سنه، عندك 30 سنه، هتفضل ناجح. ده وجهه نظري. لان طول ما انت اتصلح بس، ما بتجودش، اللي دايما بطلع اقولها في اي فيديو، هتلاقي العمليه سهله. اصل هي سهله، حقيقي. فاهم؟ حقيقي. يعني ما فيش اختراع. انا دي في المكنه ايه؟ بتفاجئ. يعني انا في مكان بحله، انا بتعجب من الخريطه اللي بلاقيها. طب ليه؟ ايه اللي يخليك؟ يعني في ناس بتعمل مجهود في التجويد، فاهم؟ الموضوع سهل، وانت عارف ان الموضوع سهل. حقيقي. 1+1 هيديك 2، مش هيديك 3. حقيقي. لا، هو مقرر ان هو مش هيبتدي من حته تانية خالص ويروح لحته ثالثه. طب ليه يا عم؟ فهي دي. انا بتاع سكوترات مش بتاع اي حاجه. بس هي دي النقطه. طب انا اقول لك على حاجه، احنا من 10 سنين كان انك توصل لعميل صعب. تمام. كنت بتتغلب على النقطه دي ازاي بتجيب عميل؟ حلو، سؤال حلو. عميل بيجيب عميل. بص، طب معلش وانا لسه مش معروف، تمام. ازاي عميل هيجيب عميل وانا لسه برضو طالع في البدايه مستوايا لسه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما حضرتك ما قلت بتعلم، بدات افتح من 10 سنين، لسه الاسكوترات ما كانتش منتشره. دي اهم بند، عشان برضو تمام. احنا عميل بيجيب عميل في سوق ما فيهوش اسكوترات. تمام. لسه بسم الله. بص، الوضع هو حاليا احنا كلنا عارفين. يعني انت لو ليك واحد صاحبك مثلا شغله، انت شايف ان الدنيا هو شاطر مثلا في اي مجال بقى، والدنيا مش متحرره معاه ومش احسن حاجه، اول جمله هتقولها له ايه؟ قوم صور فيديو. فاهم؟ السوشيال ميديا هتوصلك للناس. زمان كان برضه الوضع مختلف، بس كان الماركتنج زمان قايم على فكره ما بتتغيرش. هتلعب على السمعه، واحد بيقول ل5، كل واحد من 5 هيقول ل5. فكره الشجره والانتشار، ما كانش عندنا اوبشن تاني، فاهم؟ لازم ده يقول لده وده يقول لده وده يقول لده بقى. فكان تارجتنا دايما اللي احنا احسن معامله، احسن اداء، احسن اسعار بس. دلوقتي بتارجت العميل ازاي؟ دلوقتي السوشيال ميديا، ثم السوشيال ميديا قولا واحدا، ما عندكش اوبشن تاني اصلا. حسيت بفرق كبير؟ والله بص، هو يعني السوشيال ميديا طبعا بتوصل، بس النهارده برضو الدنيا بقت زحمه زياده عن اللزوم في حته السوشيال ميديا نفسها. يقولوا عك، الزحمه دي عك. مش عك، بس النهارده العميل نفسه ما بقاش عارف الصح فين والغلط فين من كتر الحته بتاعت ان هي زحمه. يعني انت النهارده مثلا سيبك مننا خالص، منتج ما كله بيطلع يقول حلو مع اختلاف الشركات. طب انت هتجيب مين فيهم كعميل؟ فاهم؟ فبقى برضو السوشيال ميديا بتوصلك لكل الناس، فاهم؟ في بقى حد بيبقى فعلا عنده الملكه بيعرف يوصلها بطريقه كويسه، وفي حد بيطلع ما بيعرفش يوصلها، فده اللي العميل بيروح له، وبعد ما يجرب يبتدي يشوف اللي بعده لو ده مش تمام، وهكذا. هي الدنيا بقت كده. بما اننا في مجال الصيانه هندسه، فالناس كلها بتسالنا انا عايز اشتري سكوتر مستعمل، تمام، عايز اشتغل بيه، انت ايه رايك؟ اشتري سكوتر اصلا اشتغل بيه؟ بص، انا رايي في الحته دي ما بيتغيرش. هو السكوتر ملوش علاقه بقصه الشغل اصلا، لا له علاقه بالقصه دي. ولو هتشتغل بيه، انا افضل توصيل مش بني ادمين، يعني ما حدش يركب وراك، فاهم؟ وعدد ساعات الشغل، الفكره بقى عدد ساعات الشغل نفسه، فاهم؟ الناس ما عندهاش ثقافه ان السكوتر ده تبريد هواء، هو بيعامله معامله ان هو تبريد ميه. فانت النهارده الموتور ده بيوصل لدرجه حراره زياده عن اللزوم، فطبيعي الزيت هيتبخر. يعني في ناس خلي بالك بتلعب على الحته دي مع الناس. بمعنى ايه؟ يجي الواحد يقول له السكوتر بينقص 100 مللي، 150 مللي،
يقول لي نص عمره. طب يا سيدي انت سالت الراجل ده بيعمل ايه في حياته قبل ما تفكر تقول له نص عمره؟ يعني ولنفرض المسافه ما بين مثلا سموحه والعجمي قد ايه؟ 20 كيلو، 21 كيلو، ما في الرنجات دي. طيب الراجل ده بيخبط المشوار كله 90 100 105 على وتيره واحده لغايه العجمي. يا ترى بيقرص ولا ما بيقرص؟ ما هو اصلا خلاص قارص اجباري، ما هو طول ما هي بتودي هو رايح عايز يوصل الراجل. تمام. مش هيحصل تبخير؟ هيحصل تبخير. فلما الزيت ينقص يبقى انا هنا في المعدل الطبيعي. انا ده وجهه نظري، والله ده الطبيعي. ما تقوليش اللي بعد السواقه دي الزيت هينزل كامل. تعال بقى لحته الشغل اللي انت سالت عليها. هو اصلا مصاريف وتكاليف السكوتر في الصيانات حاجه والموتوسيكل حاجه. وده غير طبعا حته تعدد الشركات برخص البضاعه في الموتوسيكل. فانت النهارده هو اوفر كتير. فانا من وجهه نظري هو حرام ان انت تشتغل بالسكوتر بصراحه. اللي بتشتغل بيه تصرفوا عليه، الا اذا ان بقى الشغل يتناسب مع قصه السكوتر اصلا. مع ان انا بتاع سكوترات اهو، بس انا ضد الفكره. انا شايف انه لا. لو جينا للكهرباء، لا هو انتشر بطريقه فظيعه. طيب انت سالتني سؤال، لو انا رديت عليه الناس هتقول عليا جاهل، بس انا هرد عليه. بص، هو اللي جاي كهرباء بس في مصر لا. ليه لا؟ انت عايز تغير ثقافه شعب اصلا. انت راجل النهارده صح. نازل معاك عدد كيلومتر معين هيحققه لك السكوتر الكهرباء، ولو يعني مسكت سلك الكهرباء 380 مش هيعديهم. طب انت النهارده اصلا، انا اسف مع احترامي لكل الناس وانا منهم، احنا في منتهى العشوائيه. انا بصحى من النوم، انا تارجتي رايح شغلي، لا ممكن اعدي اجيب قهوه، واحد صاحبي اتصل بيا انا معايا مشكله في الحته الفلانيه فهروح له. الكلام ده ما ينفعش من الكهرباء خالص. على عكس اي بلد ماشيه بقصه، هو عارف هو نازل رايح فين، ميعاد شغله فين، هيمشي كام كيلومتر، محتاج قد ايه كهرباء، هيوصل عنده الجزئيه بتاعت ان هو يشحن تاني ويرجع. احنا لا، احنا نازلين بنبدا على الله ان شاء الله. في كهرباء مش هتعرف وكده. فانت عايز تغير ثقافه شعب اصلا وبعد كده تشتريهم كهرباء بقى. صح. فهي دي المشكله في الكهرباء. انا شايف ان دي مشكله. قطع غير كده هتوفر لو هو بقى متوفر. اي مستورد هيوفر، والمستورد بيوفر ايه اللي الناس عايزه؟ والترافيس. لا دي مع الحكومه بقى، ما طبعا عمات الشهاده الايام. بكلم الحكومه انا مش هو كده هيرخص والله. لغايه النهارده ما بترخصش، بس هو الورق في ورق بينزل ان هي ترخص. هل الناس هتروح ترخص اصلا؟ الله اعلم. هل الحكومه هتوافق بيه؟ الله اعلم برضه. بس انا بالنسبه لي انا شايف ان الكهرباء في مصر هنا هو اخطر ما يكون. ليه بقى؟ هو من غير صوت والناس لسه مش متعوده، فانت بتلاقي حاجه طالعه من جنبك كده انت مش عارف ايه ده، فاهم؟ وتروح جاي بقى انت يا انت تنيمه على جنبه صح. يا هو يخليك تعمل حادثه عشان تفهميه صح. لا هو يعني فاهم. يعني مثلا النهارده انا شايف ان مثلا الدوله متوجهه لايه؟ ابتدى يكلمك في حته مثلا النسل بطريقه مسلسلات ولا اخره، فبيوجهك اهو، فالناس بتتعلم، فيبتدي الناس تستجيب. عايز تشغل كهرباء، علم الناس الاول، وجه الناس الاول ساعتها. بس احنا اصلا على حسب بقى يعني البلد نفسها توجهها كهرباء ولا بنزين، ده مش بتاعنا. طب جينا لعم سؤال، كان انا كعميل ازاي اشتري سكوتر مستعمل وازاي اعرف اللي يناسبني؟ اللي يناسبك دي انا من وجهة نظري برضه، يعني كل الكلام اللي هقوله لك ده من وجهة نظري، في ناس تختلف او تتفق، دي بتاعت كل واحد بقى. انا عشان اشتري اي حاجة في الدنيا لازم ابص لحتة قطعة الغيار قبل اي حاجة، موجودة ومتوفرة باشكالها وانواعها واسعارها، عشان اقدر اصرف على اللي هشتريه. اشتري حقيقي. انما النهارده تيجي تقول لي مثلا انا والله جبت سكوتر اسمه اكس، وبعدين فاهم؟ وبعدين شكله حلو وموضوعه جميل ودنيته فاهم؟ طب ما كلنا معرضين نقع حقيقي. انا اركن لي 70 80 الف جنيه، انا اصلا ربنا عالم كل واحد جايب الفلوس دي منين. صح. فهنا دي اللي بتحدد لك دايما نقطة الشراء، فاهم؟ لو هتعرف تشتري حاجة ليها قطع غيار، دي رقم واحد عندك ايا كان بقى المسمى ايه. وطبعا كلنا عارفين احنا بنتكلم على ايه، يعني عشان برضو الناس حقيقي فبدون ذكر براندات يعني. فانا دايما برشح البراند ده للنقطة دي، مش عشان هو احسن حاجة ولا
اللي هيوفر لي قطع غيار هو ده احسن حاجه بالنسبه لي. ده وجهه النظر بالنسبه لي. ازاي اشتري سكوتر مستعمل؟ ده سؤال معلش يعني اي حد بيسأل. لازم قبل ما تشتري سكوتر دي ما فيهاش بقى، في ناس بتاخدها بالشكل كده شكله حلو، مفيش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها مراكز صيانه، في حاجه اسمها ورش، هو اللي يكشف لك وهو اللي يتحمل نتيجه كشفه. عشان خلي بالك برضو في ناس بتعمل الموضوع ده من تحت بند السبوبه، اللي هو انا هعمل لك كده وحلو وجميل، هات 200 300 جنيه. وتحت بند حاجة تانية، تحت بند الشو. ممكن. انا ما يهمنيش بقى موضوع الشو، انا يهمني مين اللي هيشيل المسؤوليه. صح. يعني انا النهارده انت جيت قلت لي السكوتر ده ما اتحلش، طب انا اتفاجئت ان هو اتحل، عند مين الكلام ده؟ مركز الصيانة. بس مش كده. دايما حتى لما باجي اتكلم بقول ايه، حتى في اي فيديو بعمله، يا جماعه لازم المركز اللي تروح له تبقى انت بتعتمد عليه. تعتمد عليه دي بقى، انا قاعد معي، انا اصلا ضد سياسه ان انت تقعد تتنطط، فاهم؟ فلان ده حلو ووحش خليك معاه، صح. خلاص معاك، فاهم؟ انت عارف هي اولها فين واخرها فين دي، وانا هحملك كل المسؤوليه، وانا بتاعك وانت بتاعي، فاهم قصدي؟ انا غلط حاسبني، انت زعلان اشتكي لي، فاهم؟ يعني تلاقي واحد مثلا تعالى خد حقك، تعالى خد حقك بس محدش هيقول لك لا ده حقك. النهارده كله متجه ان هو بيعمل فواتير، البلد اصلا بتوجه لده اجباري خلاص. فانت النهارده حقك مضمون، فاتوره الكترونيه حقيقي. انت النهارده يا باشا روح عند فلان الفلاني خد حقك. لو يعني ما لقيتش اصلا ايجابي مع المركز او الورشه اللي اشتغلت معاها، معاك فاتورتك تعرف تاخد حقك. فانت النهارده كاشف لي وكاتب لي ان انت عامل لي كشف ومديني تقرير ان السكوتر ده اموره تمام، انا دلوقتي لقيته مش اموره تمام، هرجع لك. ايه الدنيا، حلت لي مشكلتي، انت احسن راجل في المجره، اكيد فاهم؟ اكيد. اديتني ظهرك نتحاسب. فهي دايما الناس هي اللي اختياراتها دايما محتاجه تتحدد بقى. يعني انا بشوف ان العميل اللي بيعمل مشكله بنفسه، يعني الاقي مثلا عميل هو بيروح لواحد بقاله سنين، فاهم؟ والراجل اموره تمام معاه، ويبقى منزل له مثلا بوستين 3 شكر. ده الراجل في مره مثلا يا سيدي النهارده ما توفقش في ايا كان، مش هعرف يرضي الناس كلها اكيد. ارجع له. أكيد. هو انت رجعت له وقفل لك الباب؟ هي دي بقى النقطه. لا، هي دي يروح جاي داخل ارخص حاجه في الدنيا باقه النت، يروح جاي كده يا عمي استهدى بالله كده، انت حاولت تجيب حقك وما جاش؟ لا. ولذلك انا لما بلاقي العميل عنده حق انا بتواصل معاه. لو انا شايف من وجهه نظري اللي هو ما عندوش حق، هو كومنت كليشيه كده بكتبه، للشكاوى برجاء الاتصال برقم كذا. حقيقي. فاهم ليه؟ انت اصلا ما رجعتليش، لا مش ده حق، كده كده حقه مش هيضيع، فاهم؟ ده لو ليه حق. بس انت زي ما انا بحترمك انت لازم تحترمني، ما دام انت دخلت بابي انت كده كده فوق راسي. ففي حاله المشكله دي ارجع لي، لو ما لقيتش اللي انت حقك موجود او انا قصرت انا اللي عايزه. تحس اللي برضو ايه، محتاجه دي توعيه اكيد من الناس كلها، اكيد. فاهم؟ النت ليه اضرار عشان كمان تفرق ما بين الحقيقه. اصل انت بص النهارده برضو في حاجات بتبقى كيديه، فانا النهارده انا افرق منين ان ده كيدي ولا مش كيدي، فاهم؟ هل الراجل ده مزوق عليه حد ولا مش مزوق عليه حد؟ اي واحد ناجح اكيد ليه اعداء، فلما انزل له لازم انا متاكد ان دي حاجه حقيقيه. طب هتاكد من حاجه لو كل الناس اجتمعت بقى ان انا برجع لك في المشكله وانت بتديني ظهرك يبقى انت وحش، صح فاهم؟ صح. بس لو انا برجع لك ودايما انت صاحب حق وبتاخده، يا مش هينزل لي بوستات، يا الراجل هينزل اللي كان عنده مشكله وانت حلتها لي. صح. هي دي ايه الاساسيات اللي ممكن ابص عليها وانا بشتري اي سكوتر؟ انا كسبان. انا ضد اللي الزبون يبص اصلا على في ناس ياما قوي في ارياف ما عندهمش مراكز صيانه معتمده اللي هو يعرف يبص. يا باشا عنده ميكانيكي موتوسيكلات. انا ضد، بص ادي العيش لخبازه لو هياكل نص، يقول له بص عليا. ما هي ما فيهاش. انا النهارده انت ينفع تروح تشتري عربيه النهارده العربيات بسم الله الرحمن الرحيم بتتكلم بمليون جنيه، بس ببقى عارف كبدائيات ابص عليها على ايه كسب. بعد ما تبص ما ممكن البدائيات دي ترضيك وتبقى العربيه مغيره نص، ممكن بدايات دي تديني في داهيه. يعني فاهم؟ صح حقيقي. يعني دي واقعة حقيقية حصلت معايا. انا كنت بشتري عربية زيرو كسر زيرو
وجايه لي بالاسفنج اللي هو على الباب ده، عارفه الازرق، اكيد والراجل يعني ملاك نازل من الجنه. اكيد. واخويا الكبير اللي طبعا يعني ربنا يخليه لي برجع له، فقال لي روح اكشف على العربيه برضه. رحت اكتشفت لقيت العربيه مغيره ربع، والله ولا نص، والله العظيم ده حصل. فالنهارده احنا في شغلانتنا، انت عارف انا اقصد ايه، ما حلتش وهي حل. النهارده الحل اصلا ما يعيبش، يعني النهارده حته ان انت تقول حله ومش حله غير زمان. عادي الموتور يحل النهارده نص عمر، انت بتجدد الموتور، وانا اصلا مع الثقافه دي، فاهم يعني؟ فما فيهاش مشكله، بس ابقى عارف عشان اشتري بالقيمه بتاعه حاله، مش بقيمه مش حاله بس. السوشيال ميديا، تنقطع كلامك، السوشيال ميديا طورت ياما قوي، الشغل بقى سهل، العميل بتوصل له بسهوله، الدنيا اتطورت عن زمان. انت شايف الدنيا واخدانا لغايه فين؟ شايف ان التطور ده حلو ولا ليه سلبيات؟ ما اعتقدش ان في حد في الدنيا شايف ان السوشيال ميديا حلو. زمان كان احلى، اي حاجه زمان كانت احلى. ولا حتى ان احنا بنطلع نقدمه معلومه؟ والله بص، انا من انصار مدارس زمان، يعني انا كل حاجه زمان كانت حلوه. بس انت قلت لي كلمه حلوه في اول تمام. الحلقه، قلت لي أنا لما كنت ادخل الاول واكتب حاجه على اليوتيوب عايز اتعلم كذا ما كنتش بلاقيه، بس انت دلوقتي لو دخلت كتبت هتلاقي. يا باشا ما هي دي برضه المتعه في الرحله، زمان كان احلى، كنت بتتعب اكتر. انا يعني كعميل فاهم والله كعميل، بكلمك احنا بجد. بنتكلم ماشي، ما هو النهارده بص، ما فيش حد في الدنيا يكره المعلومات، مفيش حد في الدنيا يكره الدنيا تتسهل له، بس فعلا هتسال اي واحد خلقه ربنا زمان ولا دلوقتي في اي حاجه بقى، مش السوشيال ميديا بس، هقول لك زمان احلى. مش، ما احنا لازم نواجه التطور، احنا بقينا مش حوار خلاص اقوال، احنا انا مش حوار اقوال، هو زمان كان احلى. ما تقنعنيش، انا زمان كان احلى في كل حاجه، حقيقي والله. فانا شايف ان السوشيال ميديا لا يعني موهبه كبيره قوي، فتحت حاجات كتير قوي فيها الحلو وفيها الوحش، بس الوحش اكتر، والوحش ده بقى يعني ظاهر، وبقى وسطنا، وبقى وسط عيالنا. حقيقي. فمش بس الحلو، يعني انت لو بصيت على الانتشار والوجود ولا اخره، كل ده حلو، بس الوحش كوارث. بس انا كوارث. السوق اللي احنا فيه كان ممكن برضو الفيديوهات دي تروح لمجال تاني، كان ممكن ما يبقاش فيه فيديوهات. احنا لغايه سنه او سنه ونص ما كانش فيه فيديوهات على الساحه، صح؟ مش قوي يعني، مش قوي، ما كانتش قوي يعني. في ناس كانت بتقدر تصور وفي ناس ما بتقدرش من سنين، بس هو النهارده يعني انت اجبرت الناس كلها حقيقي، يعني في ناس هي مش بتاعتها وبتطلع تصور لان هو بقى مضطر. في ناس بجد الكاميرا حتى مش بتاعتها، فاهم؟ واحنا مش نجوم يعني، مش يعني فاهم، بس بقى خلاص هو ملعب العمل، الشغل بقى لازم ينزل فيه، الشغل بقى اجباري، يتطور، تنتظر اكل عيشك، فاهم؟ بيواكب التطور. ماشي بقى. انا قلت لك في الاول انا ضد، لان بقى في ناس بتستخدمها بما لا يليق أصلاً. دورنا بقى احنا هنا اللي احنا اصلا نوجهه الناس ان السوشيال ميديا تبقى حلوه. ازاي نعرفوا ان طالع طالع فعلا يقدم لنا معلومه؟ مش هتقدر تتحكم فيها. هو النهارده فعلا في ناس كتير بتطلع. اقول لك على حاجه، والله 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 انا بسمع 70 يا عم في المية، مش هعبر لك، معلومات مالهاش علاقه بالميكانيكا اصلا، ما عدتش يعني، هي ما دخلتش الباب اصلا، ومع ذلك الناس بتتفرج ايه والدنيا حلوه. بس انت هتعمل ايه بقى؟ تدخل تكتب له مثلا هيقول لك غيران، فاهم؟ انت مالك يعني؟ طب لو كلمته بينك وبينه، لا مش هتيجي برضه معاه، فمش تعرف تتحكم في دي، فاهم؟ بس في كم معلومات والله غلط. يعني مثلا يا سيدي المعلومات السهله بقى، انا هكلمك في السهل الدارج، 95 حامي على المكنه مش طبق فوق هو، فاهم؟ ما انت فاهم، ويطلع واحد بكل ثقه يقول لك الجمله دي، فاهم؟ ففي انا بدي لك حاجه بسيطه، وطبعا لا اله الا الله ماشيه ورا الراجل ده. 95 يا جماعه حامي على المكن. هل هو في حاجه في الميكانيكا اسمها كده؟ الانضف اوحش بس ما عدتش. فانا بديك مثال اهو صغير، قيس بقى كلاشات التعديل. الناس هتحب مين اكتر؟ معلش انا اسف بقى، الناس هتحب مين؟ حامي على المكنه ولا لا يا عم حط 95 انضف؟ هيحب حامي على المكن اللي يوفر له. خلاص بقى اكيد. فانت هتقعد تحارب منفردا؟ مش صلاح الدين، مش عايز اللي يقول لهم الحاجه. مفيش بقى. بكلاشات التعديل بقت ماليه السوق. تمام. انت ايه رايك؟
انا رايي ان في تطور؟ طبعا، ولسه هيبقى في حاجات احسن من كده ان شاء الله. وبص، هي دايما المنافسه حلوه. هو ده انا عايز اقول لك ان السوشيال ميديا خلت بقى في منافسه اقوى كمان، اقوى. كل ده ماشي. لصالح العميل. هو ده طبعاً. اللي انا عايز اقوله. طبعاً. العميل بقى دلوقتي يفتح اليوتيوب يلاقي فيديوهات، شايف ان في منافسه، المنافسه دي كلها بالصدفه. السوشيال ميديا يا احمد ما تفرق. قطع غيار هتدي. بقى في مليون منتج، الاول ما كانش في فيه ناس خالص بتطلع تدي خالص معلومه خالص. مهمه ومعلومه تفيد، وفي ناس بتطلع حرفيا بتهلس على الناس. اكيد فهي بقى دي النقطه. اكيد. فاهم؟ هتديني معلومه مفيده والله هسقف لك، هتقول اي كلام انا للاسف مش هعرف احاربك. حقيقي. فاهم؟ وانا هي دي يعني مشاكلها ياما. انا عارف ان انت محب للسوشيال ميديا وشاطر فيها ما شاء الله، بس شئت ام ابيت هي مساوئها اكتر من مميزاتها. بس احنا ممكن نخلي مميزاتها. فانت بتسالني سؤال عام قوي. السوشيال ميديا مع هي دي، فاهم قصدي؟ السوشيال ميديا دي حاجه كبيره جدا، فاهم؟ اكبر من اي حاجه احنا بنتكلم. فانت بتديني سؤال عام، تقول لي السوشيال ميديا في حته الميكانيكا مثلا ولا ايه؟ رديت عليك. في ناس بتطلع هبد بس وما عندهمش غير الهبد. طب انا هعمل ايه؟ هنلعب فين؟ فاهم؟ وبعدين بقت الحته واحد اصل لك. يعني مثلا الناس تطلع تقول لك ايه ده كومنت انت ممكن تشوفه وانت نايم. والله يا جماعه الناس اللي بتطلع تعمل بروباجندا دي كلها مش عارف ايه، ما بتشوفش الكومنت. حقيقي. طب يا عم انت عممت اصلا. زي باليم. عممت صح؟ يعني هو اللي كتب ده والناس اللي بتكتب ده عممت صح؟ طب انا في الموقف ده، طب انا والله انا متاكد ان انا ما بطلعش اهبط فاطلع بقى ولا ما اطلعش؟ ما انا بقيت فاهم قصدي. حدوته كبيره كده هنروح فيها بقى. البضاعه بقت ماليه السوق مختلف. ايه احسن بضاعه العميل ممكن يتجه ليها؟ يعرف منين ايه اللي مناسب للسكوتر بتاعه؟ كوبي تمام. مليان، كوبي مليان، ومبقاش حد عارف يفرق ما بين كوبي واصلي. كسبون نرجع طمن بقى ازاي؟ نرجع بقى للحته الاولانيه اللي احنا قلنا عليها، فاتوره. ليه فاتوره؟ النهارده كل مركز وكل ورشه متحمل نتيجه اللي بيحطه. انا مهما غنيت صح. فاهم؟ انت اصلا عميل بيدخل يقول لك ايه؟ ليه انت شايف صح عليا؟ صح. الراجل موكلك بينه وبين ربنا صح؟ صح. طب انا النهارده انا نور شايف ان بضاعه اكس احسن، انت احمد شايف ان بضاعه تي احلى. كل واحد قناعاته، وعلى فكره انت مقتنع بده فعلا وانا مقتنع بده فعلا. فاهم؟ ايه اللي يفصل بيني وبينك؟ ان هي الراجل يركبها وتبقى ممتازه وتعيش معاه صح، وان انا اتحمل مسؤوليه قراري وان انت تتحمل مسؤوليه قرارك. عشان كده حتى انا قبل كده طلعت اتكلمت في الحته دي، قلت والله يا جماعه مع احترامي ليك انت ما تعرفش ايه الحلو وايه الوحش. سيب الفني يختار القطعه اللي هو عايزها عشان يبقى هو اللي ركب وهو اللي اختارها. ما اجيش انا يقول لي لا انا عايز مثلا دي، الميكانيكي يقول لك انا عايز دي، انت تقول له لا انا هجيب لك دي اوفر. خلاص. عارف لو هو ركب غلط هيقول لك كنت بتغير اللي انت جبتها. حقيقي. قولا واحدا بقى انا بكلمك يعني ورا الكواليس وانت فاهم انا اقصد ايه. فاهم؟ فما دام انا النهارده اللي مقرر القطعه دي وانا اللي بركبها، انا اللي شايل المسؤوليه. حقيقي. فاهم؟ حقيقي. فخلاص سيبني اخد المسؤوليه كامله بقى، ما تدينيش النص وتسيب لي النص اللي اعرف بيه. فاهم؟ لان اكن يجي يشتغل وهو يبقى عامل غلطه وهو شايفها بعينه، لا والله قطعه الغيار. فاهم؟ الراجل يعني مغلوب على امره. قطعه الغيار مش هترد عليه تقول له مش انا. فاهم؟ فهو بالنسبه له تمام. طب ركب اللي حضرتك شايف، مش هيتكلف مرتين. لا انا عايزك من الاول اذكى بقى واشطر. خد ركب اللي انت عايزه. يا اما لو انت عندكش قطع غيار وراكب ميكانيكي شغال بقدتك قول لي هات كذا. ما تقوليش انا عايز سلندر. ما تقوليش انا عايز سلندر، لا السلندر كذا. فاهم؟ عشان انا اجيب لك اللي انت عايزه وانا وفرت لك طلباتك. اي مشكله هتحصل بتاعتك اكيد يعني عشيه وفاتورتك برضه تحميك. هي دي. فاهم؟ انا مع السياسه دي ونطبقها، واعتقد معظم الناس بتطبقها يعني. فاهم؟ معظم الناس دلوقتي عندها هي قطع غيار وهو اللي بيركب وبيدي الفاتوره. فاحنا تمام. بره ده حاول تتجنب بقى، ده اللي اقصده، لان ده حقك، ده اللي تعرف تجيب حقك. حته بقى ترتيب قطع الغيار في السوق قولا واحدا الاصلي
مش يعني مش هنلعب بره الحته دي. ده رقم واحد. رقم اتنين، بتتكلم ان في شركات كتير محترمه، بس انا من وجهه نظري برضو مفيش شركه حققت المعادله الكامله. كل شركه عندها بنود حلوه وعندها بنود ممتازه اكيد وعندها بنود سيئه، فاهم؟ وده يعني بما فيهم انا يعني فاهم محدش كامل، يعني بالظبط محدش كامل. محدش كامل. حتى الاصلي برضه خلي بالك، يعني في كام بند كده لو اتحسنوا هيبقوا افضل من كده، فاهم؟ يعني تلاقي مثلا حاجه في الشركه عيش سنين وكيلومتر، قول زي ما انت عايز تقول قول، فاهم؟ وحاجه دايما زي كربراتير كده، حاجه رخمه يعني، فاهم؟ تجيبها اصلي تجيبها كوبي، هتطبخها انت في البيت هي هتتقطع، صح فاهم؟ صح. لانه قصه الكوع دي برضو من القصص فاكر الريسيتي بص كويفيس يعني القطعه دي تحديدا مشكلتها مش في القطعه نفسها، في الجلب موتور او حاجه بتهزل تحت. سيبك من دول، يعني دول بيهزل. الدواء. هو القصه اصلا ان علبه الفلتر نفسها، لو ركزت كده على علبه الفلتر وانت بس من فوق هتلاقي ان الكيرف بتاعها على العاصي مش على عدله الموتور نفسه، فهو في خلل في التصميم نفسه. يعني مكان السلندر كان المفروض يبقى هنا حوالي 5 سم، لو على عدلته عمرها ما تنطر ولا تبقى دايما مشدوده الشده دي. بص يا هندسه، احنا بنصور الحلقه دي الساعه 3 بالليل، هو ده مواعيدي، هنتفرجوا عليها في رمضان ان شاء الله. صح كده؟ ان شاء الله ان شاء الله تبقى حلقه زي العسل. امين. انا عايز اختم معاك حلقتي بسؤال. اتفضل. سؤال ليا انا اتعلمت منك في اول ما طلعت، الله يعزك يا حبيبي. وقفت الله يعزك. معايا الله يعزك. ووقفت معايا اخ قبل ما تقف معايا كتاجر. الصراحه حصل ما بيننا خلاف، والخلاف ده قربنا، وعرفت من الخلاف ده ناس تانية واخ تاني، وبامانه احمد رضا انا كسبته ده الصراحه، ده محترم وليه سلامي. انا كاحمد رسلان جديد داخل السوق، تمام. عايز افتح، عايز اقول بسم الله الرحمن الرحيم. لا افقه شيء عن الصيانه، لا افقه شيء عن قطع الغيار، لا افقه شيء، لا افقه. انت بيكلمك ناس كده هندسه، اكيد يقول لك انا عايز اروح افتح مركز صيانه، عايز اجيب قطع غيار، عايز. انا اول حاجه بقول لهم معاك صنايعي ولا انت بتعرف تصلح؟ اجابتك ايه بتبقى عليهم هندسه؟ تنصحهم يعملوا ايه؟ انا عرفت بتقف مع الناس قوي في بدايتهم، تمام. هتوقف لهم محل وهتبني لهم محل ومن اوله لاخره، وبتقف معاهم. انا قدامي تمام. نماذج ياما وجنبي الصراحه. فانا بقول كده السؤال ده عشان لو اي حد بيفكر واخد الموضوع بجديه، مفيش حد انسب منك الله يعلم. بص يا احمد، انا دايما لو هنصح نصيحه هنصح بنصيحه بناء على تجربه، مش هطلع انصح لك نصيحه وانا ببقى عامل العكس. انا قلت لك في بدايه الكلام ايه؟ انا نزلت مرنت سوي تحت ايد حد عشان كده بسالك عشان اتعلم، فاهم؟ فدايما لما حد بيجي يسالني فبيسالني من فوق، يعني ايه من فوق؟ وعايز يفتح وانا اسف يجرب في الناس، لا هندخل في حته تجربه الناس اكيد. فانا عشان اعفيه من دي وما اقدرش اقولها له، بقول له ايه؟ يا اما زي ما انت قلت معاك صنايعي جامد وانت ضامنه اللي هو قاعد عشان لو الراجل ده النهارده مش موجود تقدر تكمل، يا اما ابتدي خد حتى بيزك يبقى عندك المعلومه وتبتدي توكل على الله وتشتغل. وفي حته قطع الغيار دي بقى دي امرها سهل، بس انت بص هتقعد وسط قطع الغيار هتتعلمها لو ده بقى اكل عيشك هتتعلمها، ما اتعلمتهاش النهارده هتعلمها بكره. فتوكل على الله وافتح واتعلم في دي، مفيش ضرر، فاهم؟ في حته الصيانه دي بقى انك تدخل كده وتخبط، انا ضد دي بصراحه. الناس هو بص حرام. ضد دي يعني حرام. انا فتحتش غير وانا عارف، فاهم؟ ولما عرفت برضه ما كنتش، خلي بالك في الاول بمد ايدي غير على استحياء زي ما بيقولوا، وانا قاعد مع الناس اللي بتشتغل والله وكان عندي المعلومه، فاهم؟ هندسه انت بتقول لنا حاجات خليتك في يوم من الايام معلم والله. معلش يعني هي قصه مش كده معلم، بس هي قصه انت اتعب يعني، فاهم؟ ما تستسهلش واتعب وهتلاقي والله العظيم ربنا فعلا يعني ما بيضيعش سعي ولا مجهود حد، فاهم؟ فانت النهارده اتعلمت هتلاقي اللي يساعدك وهتلاقي اللي يقف جنبك، واكل من الناس في المجال ده محترمه بتوسع للناس والله العظيم وانا اعرف ناس كتير جدا لو خبطت على بابا هتقول لك اتفضل، فاهم؟ هي النقطه بس فين؟ ما تستعجلش على الرزق، كده انا دايما بقولها لنفسي قبل اي حد،
كلنا مهما عملنا هو في رقم هنحصله في حياتنا، لا هيزيد جنيه ولا هيقل جنيه. فيا باشا انت مش متاخر ومش هتتاخر، اتعلم وخد وقتك في العلاج، توكل على الله، عشان لما تاذي انت فعلا هتبقى بتاذي وبتداري تحت بند ان العميل مش فاهم، والاذيه دي انت مش هتعرف تعالجها قدام، خلاص هي اتكتبت عليك وبقت في موضوعك، ولو مشيت في السكه دي مش هتعرف تطلع منها. انا عندي حاجه اضيفها عن جزئيه حضرتك. اتفضل. يا ريت يعني لو حد دخل الكور ده جديد يعامل ان السكوتر اللي قدامه ده بتاعه، كل قطعه بيحطها فيه السكوتر بتاعه. بدون يعني مقاطعة كلامك، في ناس بتبقى فعلا بتعامل ربنا بس هو المعلومه اصلا عندكم، هي دي بقى المشكله ودي الكارثه. هو متخيل ان هو كده عامل اللي بيرضي ربنا يرضيه، عشان هو ما اتعلمش اصلا، فاهم؟ بيعمل، بقول لك يا احمد في ناس بتعمل مجهود في الهبد يعني، والله العظيم والله العظيم بقول زي ما بقول. طب لو عايز افتح محل قطع غيار ممكن افتح بكام؟ ابدا بكام كستارت؟ والله في حاله التضخم اللي احنا فيها دي النهارده برضو يعني راجع لفين هتفتح وجنب مين، وساعتها دي بتبتدي تحددها بقى كبدايات. بس انت يعني في ناس ممكن تبدا يعني بلاش ارقام 50 يفتح بسم الله يا عمي، بس هيجيبوا بضاعه يفتحوا، بس مش هيبقى الاساسيات اللي عندك يعني انت مش عارف انت ايه هو المشكله تحرق ايه. يعني هو بس المشكله ان النهارده الموضوع التضخم، زمان كان الرقم ده يملى حلو بس مش وحش يعني انت لو عدت الحسبه كده تاني هتلاقي ان 50 دي زيت، انا فاهم ولا فاهم، والمكان بقى كتير وفي ناس والله مش بحبط حد، بس هو هيفتح في الاول فلاتر بوجيهات زي كده مش هي بقى على حسب. لو انت ده ينفع في حاله ان انت تروح تفتح في حته ما فيش فيها حد فاتح مثلا او بعيد عن ناس، فهتبقى مسهل اصلا على الناس، فهتنجح واحده واحده كده الدنيا تمشي معاك. بس هتروح تفتح جنب واحد بقى وموفر كل حاجه تقول لي هفتح ب 30 ولا 40 الف جنيه، انت كده بتضيع وقتك، فاهم؟ والارزاق على الله، والله ممكن يفتح جنب ادخن تخين ويعديه، فهي ملهاش حسبه برضه. وحضرتك سمحت ان حضرتك بتجهز برضه مراكز من قطع غيار لكل حاجه وكل حاجه وانا مركز كمان في الحته بتاعت المعدات دي، مركز في المعدات وقطع الغيار المعدات كمان الحمد لله يعني الحمد لله بنأسسه المراكز كامله متكامله. يعني دي بص، هو حته القطع الغيار دي انا يعني ماشي فيها على مهلي شويه، عشان يمكن انت عارف انا شغال يعني سياسه اولا، بس هي دي مشكلتي اللي انا يعني صابر قوي انا واحمد رضا كابتن بشكل عام بقى. قناه تي 3 سبعات بيتكلم عن نفسه، الله يعز، فانت مش محتاج تتكلم مع الجوده ولا صابر. احنا بنحاول دايما ان احنا لا انا الجوده ثم الجوده ثم الجوده، وده اللي يفرق. خلي بالك احنا يعني ده اللي بيميزك. سالتني سؤال في الاول ايه اللي خلاك تستوعب؟ اكيد ده كان السبب، جوده. انا اشتغلت كتير حاجه العميل بتاعي بدور على ماتيريال معين للعميل بتاعي، دي اهم حاجه معاناه تخلي اي حد عايز يكبر في البلد دي يطلع فوق. والله هي دي يعني هي دي كانت السبب اللي فعلا استوردت المعاناه في قطع الغيار، فدي كانت البدايه، وكان في ناس محترمه بتنزل، كانت بتنزل كتير، تمام. قررت بقى، خدنا الخطوه انا والرجاله والحمد لله يعني ربنا وفقنا يعني. اكبر من المعروف، عشان كده ما كانش فيه ناس ياما حتى لو بتنزل. ده حقيقي ده حقيقي ده حقيقي. احنا جينا لاخر حلقتنا وانا اتشرفت حضرتك جدا، الشرف ليا والله بالحلقه دي وصل لي. انا اصلا كنت قاعد بسمع والله كأن انا مشاهد، الله يعزك، مش كأني بقدم البرنامج خالص وانت مبسوط والله، واللي انت عامله ان شاء الله يفرق مع الناس، وفعلا حاجه حلوه وتجربه لذيذه، واعتقد ان اي حد هيجي هيضيف للناس انت هتجيبه، دي اهم حاجه بقى. ان انت برضه انا شايف ان ما شاء الله انت بتنقي تعمل ايه وعايز توصل لحته معينه باللي انت بتعمله، ان شاء الله ربنا يوفقك فيها، وانت مجتهد واكيد الناس شايفه ده يعني، اجتهادك دايما باين يعني. يا رب يكون في الله اكيد 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 يعني ان شاء الله. يعني انا جايب لكم قامه في مجال الصيانه، ومش هتسمعوا معلومات حقيقي مهما تدوروا هتلاقي دسمه، اتفرجوا عليها كلها. انا رمضان الجاي نفسي كانوا عاملين بودكاست
باشمهندس يكون معايا قاعد جنبي، بنقدمه بودكاست احنا الاثنين في رمضان الجاي، كنا مكسرين بيه الدنيا كلها. المره الجايه هتبقى غير، والمره دي ان شاء الله غير، وانا هسيب باشمهندس نور اخويا الكبير هو اللي ينهي ان شاء الله الحلقه دي. والله يعني هو حقيقي احمد عامل حاجه محترمه جدا، وانا شايف ان هي لو مشيت في الحته دي ان هي هتفيد الناس ان شاء الله جدا جدا جدا. ولو ابتدى بقى يعني ان شاء الله انك تحدد القصه اكتر في حته الصيانه وتركز فيها وتوعي الناس، والتوعيه دي بتفرق 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 بتفرق. ما كنتش بادئ المجال ده كده. انا بقول انا كنت داخل متعلم قبل ما ادخل 5 سنين، دخلت اتعلمت فوقيهم 3 سنين. هتقول لي اتعلمت 3 سنين، اقول لك اتعلمت 3 سنين فوق 5 سنين. حقيقي محدش دخل. اي حد في الدنيا بيطور من نفسه وحابب ان هو يطور من نفسه لازم هينجح. فربنا يوفقك يا احمد، والله وانت مجتهد، ان شاء الله خير اللي جاي احسن ان شاء الله. بس كده جينا لنهايه الحلقه، مستنيينكم الحلقه الجايه مع شخصيه ان شاء الله هتعجبكم كلكم، ومفاجاه حقيقي. على السلامه.